لحظة أنا مستنيها على المستوى الشخصي من فترة طويلة جدا، من ساعة ما أعلنوا إن الحقير الزلنطحي بتاع المصلحة اللي اسمه كارلوس كيروش تولى تدريب منتخب إيران وهيلعب معاهم في كأس العالم. قلت أنا لازم أتفرج على كل ماتشات إيران في كأس العالم عشان حاجة واحدة بس، عشان اثبت لنفسي اللي جاي. ايه ده؟ ثانيه واحده، هو انت اصلا ما اتفرجتش على ماتش انجلترا وايران؟ خلاص يا عم ما عندكش مشكله. بص يا سيدي اللي حصل، بس من فضلك في الكام جمله اللي جايين دول يعني حاول تمنع الضحك. الفاشل اللي اسمه كارلوس كيروش حس بالذنب والتقصير في فتره توليه الاداره الفنيه لمنتخب مصر، وبعد ما الناس كلها والعالم كان بينتقدوا على خطة 5-5-0 وقف مع نفسه وقرر ان هو يتطور، وفعلا نجح واتطور، وبدل ما هو بيلعب بخطة 5-5-0 بقى بيلعب بخطة 5-4-1. انجلترا سجلت في ايران 3 اهداف في 12 دقيقة. الفاشل اللي اسمه كارلوس كيروش بدأ المباراة بخطة 5-4-1، قام داخل فيه 3 اجوان، قام قالب الخطة ل 4-4-2، قام داخل فيه جونين. استنى، الضحك مش هنا، الضحك لسه جاي. هو بعد ما دخل فيه الجونين قام مرجع الخطة تاني ل 5-4-1 وقام لابس الجون السادس. راشفورد مهاجم انجلترا سجل هدف بعد دخوله ب 15 ثانية بس. اما عن احصائيات المباراة فاستحواذ اللقاء كان في النهاية بعد انتهاء المباراة 78% لانجلترا، 22% لايران. واجمالي التمريرات كان 800 تمريرة، 800 لانجلترا في مقابل 218 بس لايران، عشان تنتهي المباراة بنتيجة 6-2 وتكون دي اكبر هزيمة لمنتخب ايران في تاريخ نهائيات كأس العالم. اما بقى على مستوى كارلوس كيروش ذات نفسه، فلما جت عليه الكاميرا في الدقيقة 84 لقيت فجأة كارلوس كيروش قام لافف وبيقول للجمهور شجعوا شجعوا يلا يلا يلا. ساعتها كانت النتيجة 5-1. هو ساعتها تقريبا كان فاهم ان هو ممكن يتعادل، او حد قال له ان انت ممكن انا مش فاهم. ممكن يجي واحد بقى حنيوك من بتاع دراويش الفترة اللي كان فيها كارلوس كيروش مع منتخب مصر ولسه من دراويشه لحد دلوقتي. في ناس كتير للاسف كده، زي ما في دراويش لناس تانية يعني مشيت، بس مش وقت الناس دي كلها. المهم وقت كارلوس كيروش المدير الفني اللي انا بكره امه على المستوى الشخصي، لانه تسبب لي انا شخصيا في اذى نفسي بسبب ان انا مش عارف اشوف منتخب مصر في اجمل نسخه في تاريخ نهائيات كأس العالم. كارلوس كيروش بيني وبينه طار شخصي. المهم الحنيوك ده ممكن يجي يقول لي ايه، ما هو يا عم ما هو سجل جولين في انجلترا بمنتخب ايران. هقول له اكيد انت ما شفتش الماتش، اكيد انت طبال وزمار لدرجه ان انت بتطبل في المطلق في العموم كده من غير حتى ما تشوف اللقاء، لان انت لو شفت اللقاء مستحيل تقول جمله زي دي. الجولين اللي جابهم منتخب ايران كورة واحدة منهم هي التسديدة الوحيدة في ال90 دقيقة اللي اتلعبت. هم على فكرة 117 دقيقة، بس خلينا نقول 90 دقيقة. التسديدة الوحيدة على مرمى بيكفورد الحارس الإنجليزي اللي بين الثلاث خشبات هي الوحيدة اللي اتشاطت وهي الوحيدة اللي جت جون، والجون الثاني جه من ضربة جزاء مش ضربة جزاء. وانت لو شفت الماتش هتفهم انا بقول ايه. كيروش المدرب الدفاعي خسر 6. لو حد شاف امبارح ماتش قطر والاكوادور وكنا حزنانين كلنا على مستوى اللي ظهر بيه المنتخب القطري، فصدقني المنتخب الايراني النهارده اتهان اهانة تاريخية عمرها ما حصلت في تاريخ تقريبا نهائيات كاس العالم كلها. متهيألي كوريا الشمالية مسكت كرة عن ايران، متهيألي بنما في كاس روسيا كاس العالم بتاع روسيا ما تهزقتش التهزيق ده كله. ومع ذلك الفرق دي كانت بتحاول انها تمسك كوره وتلعب، ما كانتش فرق دفاعيه عقيمه بتحاول تقتل المباراه. بالمناسبه لحد الدقيقه 35 كانت النتيجه 0-0، وكان كارلوس كيروش بيمارس هوايته المفضله في البيض على الفرقه الثانيه وفي القرف اللي كان بيمارسه على الجمهور. كل واحد اشترى تذكره ماتش انجلترا وايران لحد الدقيقه 35 كان تقريبا هيقطع شرايينه وهو قاعد في المدرجات من كتر اللي كارلوس كيروش عامله في المباراه والملل والزهق اللي كان بيمارسوا لعيبه منتخب ايران في ارضيه الملعب، لحد ما انجلترا فتحت المباراه بالهدف الاول. والحمد لله ان انجلترا سجلت الهدف الاول. واللي انا هقوله لك دلوقتي ده بعضا من مقتطفات اللي قالها كابتن حفيظ دراجي المعلق اللي كان بيعلق على الماتش النهارده. واسمع يا سيدي وتخيل معايا سيناريو اللقاء والملل اللي كان في اللقاء من قبل ما انجلترا تسجل الهدف الاول وبعد انجلترا ما سجلت الهدف الاول، والمفروض ايران كانت تروح بقى على انجلترا عشان تحاول انها تتعادل.
والمعركه اللي حصلت في ارضيه الملعب وهتك العرض اللي اتهتكوا ايران النهارده من انجلترا وكارلوس كيروش. الدقيقه 35 بعد ما ايران لبست الهدف الاول مباشره بيقول لك حفيظ دراجي: هل سيخرج عناصر المنتخب الايراني من مناطقهم الدفاعيه المتمركزين فيها ام ماذا؟ الراجل كان فعلا فقد الامل، واحنا كلنا كنا قاعدين فاقدين الامل ان حد من منتخب ايران بس يعدي نص الملعب. يا جدعان العبوا كوره، مش للدرجه دي. ايران لبست الهدف الثاني في الدقيقه 42 بسرعه جدا، يعني بعد حوالي الهدف الاول بحوالي 6 7 دقائق، وبعدها بكام دقيقه برضو قاموا لابسين الهدف الثالث، الهدف اللي حاولوا بعدها ان هم يفتحوا ظهرهم ويلعبوا شويه زي الرجاله كده، ولكن مفيش رجاله بيدربهم كارلوس كيروش. المهم بقى يا سيدي، بعد الدقيقه 47 لما ايران لبست الهدف الثالث، المذيع حفيظ دراجي بيقول لك: بالله عليكم، هل احدا منكم راى بيكفورد؟ ده حارس انجلترا. هل تعرفون حتى مكانه في الملعب؟ منتخب ايران لا كوره ولا لعبه ولا تسديده ولا محاوله ولا اي شيء. على فكره ده كلامه هو مش كلام انا. الدقيقه 49 بيقول لك: منتخب ايران كانه اول مره يلعب كره قدم. وبعد كده بصراحه قال شويه كلام مضحك، بس كفايه يعني الثلاث جمل دول، مش هطول عليك اكتر من كده. انا بس نفسي الناس كلها والعالم كله يعرف حقيقه الحقير الفاشل المتدني كارلوس كيروش، اللي اول ما اتعمل العقد بتاعه بينه وبين منتخب مصر، ومنهم لله اتحاد الكره وقتها، ومنه لله كل من تدخل فيه ان الراجل ده يمضي معانا، وبعد كاس العرب يكمل كاس الامم، وبعد كاس الامم يلعب الماتشين بتوع الفيصل بتوع تاهل نهائيات كاس العالم لاول مره في دوله عربيه اسلاميه، واحنا ما نوصلش. الله ينتقم منكم، الله ينتقم من كل واحد كان السبب في ان الراجل ده يكمل. انا بس نفسي الناس كلها تعرف حقيقته، لان هو مصلحجي يا جماعه، اقسم برب العباد والله مصلحجي، ما يهموش في الدنيا غير مصلحته. هو بتاع لقطه. النهارده بقول لك في الدقيقه 84 لما كانت فرقته خسرانه 5-1، حس خلاص مفيش تدريب بقى ومفيش ماتش ومفيش كوره، مفيش اي حاجه بيقدمها منتخب ايران. قال لك اعمل ايه؟ اخد اللقطه زي ناس صاحبنا واحد صاحبنا هنا في الدوري المصري هنا بيعرف ياخد اللقطات قوي، لما يكون كل حاجه بايظه يقول لك بس هي اللقطه اللي هتنقذني، هي اللقطه اللي هتنيمهم مبسوطين، جمهورهم طبعا. مش وقته مش وقته. المهم يا سيدي، قال لك اخد اللقطه، اعمل اي حاجه، المخرج يصورني كده ابان ان انا شبه المدربين، قام لافف للجمهور وايه ايه يلا شجعوا. ايه شجع ايه يا ابن العبيطه يا ابني؟ يا النتيجه 5-1، فريقك خسران 5-1 في اول ماتش ليه في كاس العالم. المهم يا سيدي، وهو بيمضي العقد بتاعه مع منتخب مصر قال لك: لو انا ما وصلتش مع مصر لكاس العالم هعتزل خلاص، انا مش هدرب تاني، ولو وصلت لكاس العالم هوصل مع منتخب مصر كاس العالم وهلعب معاهم كاس العالم، وبرضه هعتزل مش هدرب تاني. المهم يا سيدي، لما فشل في التأهل مع منتخب مصر كاس العالم، راح منتخب ايران تاني. والله مصلحجي، والله لا يفقه شيء في التدريب والله. انا بس دلوقتي عايز اوجه رسالة قبل ما اقفل الحلقة لكل الناس. الاعلام الرياضي المضلل، الاعلام الرياضي اللي كان بيدعم تجربة كارلوس كيروش، شايفين كل اللي كان بيقدمه في كاس العرب وفي كاس الامم وكل حاجة، وبرضه كنتوا بتدعموه. شايفين ان احنا لعبنا 7 ماتشات في كاس الامم ما سجلناش غير 5 اهداف، لعبنا السودان ولعبنا غينيا بيساو ما سجلناش غير جون واحد في كل واحد فيهم، لعبنا نيجيريا ما سجلناش، لعبنا المغرب وصلنا معاهم اكسترا تايم بعد ما كفرناهم وقرفنا اللي خلفوهم، خطفنا جولين كده يعني كده ماشي، لعبنا كوت ديفوار اتهنى، لعبنا الكاميرون اتهنى وكله كان هيكسبنا، لعبنا السنغال اتهنى وكله كان هيكسبنا ويحط علينا، وبس لمجرد ان احنا عمالين نزق ونكسب بالتيله، لا اداء ولا نتيجه ولا اي حاجه، كنا بنكسب بلينات وبنكسب اخطف واجري، وبرده كنتوا بتدعموا كارلوس كيروش على حساب ان انتوا بس قاعدين في اماكنكم وبتدعموا وبتاخدوا اوامر وتنفذوها، لكن شعب واتقاء الله في الكلمه وان انت تقول حق ربنا، لا محدش بيعمل كده. كفايه كده عشان طولت عليكم في الحلقه، انا اسف جدا، مش دي الحلقه اللي تطول يعني بما انه ماتش ايران وانجلترا، بس انا طلعت بالذات فرحان في الحقير الحلوف اللي اسمه كارلوس كيروش. لحد هنا بتنتهي الحلقه، اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف على حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا، دمتم جميعا بالف خير، صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. السلام عليكم.